كلنا بنبقى نفسنا نسافر، بس هل السفر ده بقى حاجة كويسة؟ I'd say one of the strongest mental frames that has gotten me through my hardest times is thinking this will be the story that I will one day tell. الساعة 5 الفجر، صاحي أتسحر. فاضل حوالي 27 دقيقة مثلا والفجر يبدأ. الله أكبر. من أصعب الحاجات في السفر وهي الاعتماد الكامل على نفسك. انت مفيش حد هيلم وراك، مش هتروح البيت ترمي هدومك عند الغسالة فتلاقي تاني يوم الهدوم اتغسلت ومحطوطة في الدولاب. حتى بقى تعبان مش قادر، جسمك مرهق خلاص مش قادر تقوم، بس لازم تعمل الحاجة اللي انت مفروض تعملها. وده شيء كويس بيخليك تتعود ان انت ازاي تنظم حياتك، ازاي تبقى عارف امتى تغسل هدومك، امتى تجيب الحاجات اللي انت المفروض تجيبها، امتى تنزل تخلص حاجات معينة. بيخليك منظم اكتر، بيخليك تعرف تعتمد على نفسك اكتر. لما بتسافر وخاصة بتسافر لوحدك لازم يكون عارف ان انت هتقضي مع نفسك وقت طويل قوي. لازم تتكيف ازاي تقضي وقت مع نفسك وتقدر انت تزق نفسك وتمشي يومك وتمشي البروجرام بتاع حياتك كده. وازاي يا سلام بقى لو عرفت تعملها معظم الوقت تبقى قاعد كده في الأنس مع ربنا سبحانه وتعالى، جميلة جدا والله. فالسكوت والصمت ده ممكن انت بقى في ايدك، يكون حاجة مميتة او حاجة مملة جدا، لان معظم الوقت انت بتكون قاعد لوحدك. فانت لو مش الشخصية اللي مستنية اصحابه او مستنية حد يجي يزقوه علشان يمشي معاهم، فلا ده مش هيحصل تماما في السفر. من أجمل بقى الحاجات هنا إن هي دلوقتي الدنيا زي ما انتم شايفين حواليا أبيض في أبيض ومفيش غيري. من أجمل الحاجات بصراحة ومميزات في السفر هي تجربة الحاجات الجديدة المختلفة عن الكالتشر بتاعتك تماما لأول مرة. موضوع جميل جدا. انت في السفر بتتعرض لثقافات ولتجارب لو انت فضلت في بلدك مش هتعرفها. فهو السفر ليه مميزات وليه عيوب زي كل حاجه، يعني لو كنت في بلدك برضو ليها مميزاتها وليها عيوب. فانت بقى تشوز وات يوز، انت بتختار الحاجه اللي انت عايز تخسرها في مقابل الحاجه اللي انت عايز تكسبها. كل شويه وانا ماشي هنا بفكر اعمل سنو مان، الدنيا ابيض بفكر اعمل سنو مان في الحته دي، بس بقول لنفسي مش ممكن. والله بكره الصبح لو صحيت بدري ولقيت نفسي فاضي ممكن اعمل سنو مان هنا. الدنيا ابيض في ابيض والشجر كله ابيض وانا واقف هنا. هعمل ايه يعني؟ حاطط الكاميرا هنا، الناس شايفاني بكلم اللوحه ومجنون. بس انا حاطط الكاميرا هنا وبحاول اصور فيديو. ده في هذا الجو يعني.